بين رفوف أنواع مختلفة من الخل. ولكن شو الفرق بينهم؟ بعض أنواع الخل بنقدر نوصفها بأنها صناعية لأنها بتصير جاهزة خلال أيام قليلة، وبتحتوي على مادة حافظة اسمها صوديوم ميتا بيسولفيت، وهي الكلمة المفتاحية اللي بتخلينا نفرق هذا النوع عن بقية أنواع الخل لأنها مادة حافظة وبتساعد على حفظ لون ونكهة الخل. ولكن بعض البشر عندهم حساسية منها، وبعض الدراسات بتشير أنه ممكن تسبب مشاكل للجسم. وفي أنواع خل تانية بتحتاج على الأقل 40 يوم حتى تجهز، وما بتحتوي على مادة صوديوم ميتا بيسولفيت، وإنما بينكتب عليها فقط اسم الفاكهة اللي انصنع منها الخل بدون أي مواد حافظة أو إضافات. وبعض أنواع الخل بتكون مفلترة، لهيك منلاقي ما فيها شوارد طايفة مثل يلي بالفيديو، وبعضها بيكون غير مفلتر وبالذات العضوة منها. وببعض الأنواع بينكتب إنها بتحتوي على أم الخل أو خميرة الخل، وهذا الشيء بدل إنه الخل غير مفلتر أو مبستر وما حصل عليه معالجة كبيرة. النوع الثاني والثالث اللي ذكرناهم نكهتهم أفضل وبيحملوا قيمة غذائية أفضل من النوع الأول، وهن النوع اللي بيستخدم في بعض الحالات العلاجية وما بيحتوي على أي مواد حافظة أو إضافات. سمعتوا شي عن خل البلسمك وفوائده من قبل؟ اكتبوا لي بالتعليقات عن تساؤلاتكم، ولا تنسوا تدعموا المحتوى ليوصل للجميع. كان معكم مهندس الأغذية عبد الرحمن.